يا لو بيبنا لي المندي في طمعة طعم السمكة، ما حط كريتها في كادر دا بحال حولي عليا الشبكة. حلمة مورا حلمة تسنى نتفكر بعدا صدمة ورا صدمة تسطا في القبر غدا كاع ما ورا كاع ما نتسمى ذكر زعما ورا زعما ضرب سمطة وطحن قردة شاد بطة بغا يتهشرنا جيب الرينغ. فاهم بخير. المهم كما كنقول ديما اي واحد كتبان له شي فكره شي بلان شي راي مختلف شي وجه مختلف تلقاو لي كومونتير تحت كتبوا اللي بغيتو، ما عندي حتى شي اشكال. اي واحد عنده ولا بان له شي راي مختلف ولا شي فكره مختلفه ولا شي حاجه جديده كتبوا تحت في لي كومونتير غنتناقشوا تمايا. انستغرام ديالي تحت اي واحد عنده فكره مختلفه كاع على الحياه بصفه عامه، على اي بلان اي لعيبه كيديرها ولا تمايا نتناقشوا. هادشي اللي كاين وندخلوا في الفيديو ديريكت. هذا الفيديو صراحه مقسم على جوج ديال اللعيبات. اللي هو البارتي الاولى متعلقه بالستوري اللي كنحط بوز فلو ديال اللجوء السياسي وبلانات. الثانيه غادي ندوي على بلان ديال الستريم اللي دار بوز واللي شفناه البارح، وهذا ونعطيو شويه الفكره العامه ديالنا والراي في شي لعيبات تمايا ونناقشوهم انا وياكم صراحه في لي كومونتير الا بغيتو نناقشوا داكشي في انستغرام. وعلاش جمعت بالضبط هاد جوج ديال المواضيع؟ حيت نهار حطيت ستوري وهذا صيفطوا لي بزاف ديال الدراري ديال اللجوء وكذا شنو بالك فار البلان وشنو هادي. وكان قال لي واحد من الدراري ولا تلقى واحد كاع في لي كومونتير انه كتب لي قال انه راه بوز كان غادي يدير داك البلان نهار الاثنين حيت كان غادي يدير ستريم غادي يرابي فيه وكذا وغادي يدوي على شي حوايج وغادي يقيس شي حوايج بواحد الطريقه اللي مهمه. انما بان لي العكس في هاد البلانات هادو، وبان لي العكس في الستريم، وبان لي المونطاليتي كيفاش كيفكر بوز فلو من هاد الجهه هادي. المهم غادي ندويو على البلان تدريجيا. واول حاجه هو البلان ديال الستوري اللي كانت حطات اللي كنحطنا بوست صراحه تقريبا شي السبت ولا الجمعه، المهم السيمانه اللي دات. قال انه غادي يدير لجوء سياسي وهادي وغادي يريقل بزاف البرانش وهادي. خلق واحد البلان هذا خلق لي صراحه بزاف ديال الافكار. من بين الافكار صراحه اللي طاحت لي في بالي ولا الاسباب اللي قلت انه بوز لو يقدر يدير على ودو هذا البلان هذا اللي هو التراك ديال دوزا، وهذا هو اللي في الانتباه ديالي وراه دوا عليه حتى في الاخر دوا عليه في ستريم. قلت انا راه واقيلا غادي يعاود يحط دوزا ويقدر واقيلا دفع البلان هذا غادي يقدر يبغي يدفع ويحط شي تراكات كانوا مخبين عنده. حيت انا عارف بوز مسجل شحال من لعيبه ومكيتيها وما محطوطاش وهادي. ولكن في نفس الوقت صراحه جاني البلان ديال راهي طوبيه وهادي ولا عنده شي مفهوم اخر ما يمكنش يكون دافع اللجوء السياسي. علاش قلت لكم بالضبط انا ما غاديش يدفع اللجوء السياسي وما دخلت هاد الفكره في بالي؟ حيت انا عارف المونطاليتي باش غادي بوز في هاد الراب وفي هاد اللعيبات هادو، وكنت عارفها قبل وعارفها ودوا عليها هو مع فاروق ودوا عليها بزاف البنات. هادشي علاش بغيت ندير فيديو صراحه نقارن فيه الفلسفه باش غادي هو والمورفين علاش بالضبط. حيت هادو هما اللي كيتحطوا في مقارنه في غالب الوقت بلا كاع زواق وبلا حتى شي حاجه باش ما تقوليش زعما راه علاش كتقول لي المورفين. هادو هما اللعيبات اللي كنشوف انهم ولا كيلفتوا الانتباه على انهم كيحطوا بيناتهم مقارنه. المهم غادي ندوي على هاد الفلسفات هادو، المهم نخليهم في فيديوهات جايه وكذا. رجعوا للبلان ديالنا كيفاش كيشوف بوز فلو هاد البلان هذا ولا المونطاليتي باش كيشوف بوز فلو هاد البلان هذا اللي هو انه نقولها كما كان قالها بوز ديال انه هو كيشوف راسو ماشي الشخص اللي خصو يخوي بالمدينه ويدوي عليها، انه هو اللي كيشوف راسو ركيزه من الركائز اللي خصهم يوقفوا هاد البلان هذا ولا خصو يوقف مع البلان هذا. وكنا شفناها من قبل وهذيك ودوا عليها على بلان ديال الايموزا، دوا عليها في البلان ديال ايموزا قال لك ما خصوش يخوي هاد المدينه هذه واخا يكريتيكي فيها وهادي وكذا، ولكن لا كيشوف راسو بانه واحد من الاشخاص اللي خصهم يصلحوا هاد البلاصه هادي. وغادي نديروا قياس على هاد البلان هذا بما انه يموزل وكذا المغرب حتى هو راه بلاد بوزفلو، وملي كيرابي وكيدوي على هاد البلانات هادو راه غادي ندويو عليهم بداك البلان ديال انا راه ما غاديش نخوي هاد البلاد هادي، انما انا باغي نشوفها تغير ماشي نخوي بها. انا واحد من المواطنين اللي باغي نشوف البلاد زايده للقدام. وهذا المون هذا راه بزاف د الروابو اللي ما كيفهموش البوبليك. وعلى سبيل المثال غادي نعطي المثال صراحه بالمورف حيت هما اللعيبات اللي انا عارف هاد البرانج ديال المورفين وسامع عليهم لا سوا بوز المورفين هادو هما اللي نقدر نعطي بهم المثال صراحه. ابار راب بالزدحه وداك الموسيقى وداك الغناء اللي ما فيه حتى شي فائده انا ما تيمزكنيش داك الشيء. ما تلقاني كنعطي امثله بزاف بطوطو ولا بشي حاجه بحال هكا. ونرجعوا للبلان ديالنا نعطي مثال بالمورفين عنده بعدا من هذه الناحيه عنده نفس المونطاليتي كما كان جا في واحد من التراكات ولا التراك الاخر ديال توتال اللي هو فلوس سكس سلطه. فاش قال انا كنقول لك نتبدلوا ما كنقول لكش كون اوروبي كنقول لك نتبدلوا باش في دول اخرى يقولوا كون مروكي. حيت كاين اللي سمع المقوله هذه ولا سمع الانترفيو ديال مورفين فاش كان قال
سولوه قالوا لي زعما فين كتشوف راسك من هنا 10 سنين، قال لهم ماشي في المغرب. هاد اللعيبه تقالت ماشي انه ما حاملش المغرب، انما لا فقد الامال في المغرب وكذا. هاد اللعيبه هو البلان هذا نرجزني بزاف. علاش؟ حيت كلشي ولا تيقول هاد الهضره هادي، وكاين اللي باغي يخوي المغرب وما عارفش كاع علاش. نحاولوا صراحه، ما عرفتش صراحه، ما كرهتش كون تكتبوا لي شنو كتسناو ولا شنو هما الحقوق اللي كطالبوا بهم، وشحال من لعيبات كطالبوا بهم. حيت شحال من واحد كنجي ناقشو كنقول له انت باش كطالب ولا شنو باغي تشوف المغرب كي داير وهادي. افترض ان المغرب كان بلاد مثالي، شنو تبغي تشوف فيه؟ تيقول لك ما عرفتش، انا هي كنغوت وصافي وشاف خوتو بابور حراقه وهادي. فنعرفوا علاش بغينا نمشيو، ونعرفوا تكون عندنا واحد المونطاليتي غادي تنفعنا من هنا لقدام. نرجعوا للبلان اللجوء السياسي. كنخرج هاد الخرجات حيت ضروري اصلا نخرجوهم وباش نفهموهم، وراه الراب غير طريق باش نوصلوا افكار ونوصلوا شحال من لعيبه خصها تتقال. ما عرف واش كيبان لكم هذا الشيء هو هذاك الناس الجداد. صراحه هذا هو البلان. منما الناس القدام عارفهم مؤكد كاع 100% بانه راه كيما كنشوفها كيما كيشوفوها هما، وتواصلت معاهم. والبلان اللجوء السياسي راه كان كيدار دغيا. وشكون هو اصلا هذا اللجوء السياسي؟ اللجوء السياسي هو انك ملي كتولي مضطهد في البلاد اللي كتعيش فيها، داك البلاد اللي كتعيش فيها ما محترماش الافكار ديالك، ما محترماش المعتقدات ديالك، ما محترماش المونطاليتي ديالك. بحال دابا مثلا نعطيو مثال السوريين اللي كيجيو لهنايا، لا كانوا كيتعرضوا للعنف وكتغتصب الحقوق ديالهم، والعالم راه يمكن لهم يمشيو ولا داك الحكم اللي عندهم مختلف المعتقدات ديالهم، راه كيمشيو للبلدان اخرى بحال المغرب كيما جاو ليه وكتعتبروا لاجئين. وهذا اللجوء السياسي بزاف عارفين حنا دايرين بالنسبه للمغرب. ومن بين الروابط اللي كانوا داروا هذا اللجوء هو معاهد الحقد فاش مشى لكندا. اللجوء السياسي عاوتاني كان داروا مازم حماده اللي كان في سوريا، داروا لهولندا. الواحد من اقوى الشهداء اللي دازوا في سوريا بالنسبه لي انايا. يعني راه بزاف دايرين هاد البلانات هادو. وكاين اللي يديروا حتى دوك خوتنا اللي ما خوتيش انايا صراحه كنكرههم، ولا ما نقولش كنكرههم، انا اصلا ما تيدخلوليش حتى المونطاليتي ديالهم. تيجيو بحال كيتخربقوا ولا كيخربقوا كما خلى امينيم كنحس بالقطه ديالي هو ولا كيحس براسو شي نموي. وهذا كما كان قال في واحد التراك ديالو اللي هو ديال الهوديني. دوك خوتنا اللي كيقولك لا حق الهرمونات ديالنا، انا باغي نولي بنت ولا انا باغي نولد، كتخراو صاحبي وكتخربقوا صراحه. وانا ما كنحترمش الافكار ديالهم صراحه من هذه الناحيه هذه، وما كنحترمش اللي كيحترمهم. وما تجيش تقول لي احترمهم راه هما هكا دايرين، لا انا ما كتدخليش هذه الفكره صراحه لراسي. ولا كانت بصح كاينه وانا اللي غلط صراحه، وراه كاين شي تخربيق في الهرمونات وكذا. المهم انايا ما عنديش معاهم من الاخر كاع لاقصى درجه. نقدر كاع بين قوسين نقدر نحترم هذا ما خصوش اصلا تحترمها، ولكن هي بين قوسين نقدر راه تدخل لي العقلي. ولكن راجل باغي يولي بنت ولا بنت باغا تولي راجل، هذه ما تدخليش كاع المونطاليتي ديال المخ ديالي. هذا الشيء من جهه. غادي ندوي على البلان الثاني اللي هو البلان ديال ستريم. بزاف ديال الحوايج ولا تيديرهم صراحه بوز فلو كيبان لي غادي يبقى تيخربق فيهم. هذا الشيء اللي قالوا الساينز وقريته صراحه وتينا وافقتهم الراي، حيت هاد اللعيبات ما خصكش تلاح ليهم، خليك كما كنقولوا خليها بعزه. وفي نفس الوقت دير اللي بغيتي، ما عندنا حتى شي غرض. انما حنا علاش بوز فلو باغي يدير ستريم وكذا، باغي يزيد يقرب من البوبليك ويزيد يبين لهم بانه راه واحد الانسان عادي وهذا بحال كاع الناس. كما كان قال زيزو في هذاك البلان ديال ما تبقاوش تقدسوا لي زانفلونسور، وهذا هو البلان اللي بغا يدير تا بوز فلو. يا لو بيبنا لي المندي في طمعة تفطع من السمكة، ما حط كريتها في كادر دا بحال حولي عليا الشبكة. سوعدة جات البيت تبورت حدا الكعبة وحي راسي ناس المنساعد ميطاه دور الشيبان يدور بينا. سلام بني السيتاب بوز غيدير في اللايف كيك، بركو في بوطون ايشاب لو كور ديكور بلا ما نوصيك. بلا بغيت الصبيري كان مطوط غير ودنيك، والله يخلي لك ديك الميمة وطوط والله يشافي عليك. وها شنو قلنا بوز رباع الماتش. اولاد القحاب العظم لا تقاسي تجبر، راح ياتي حلمه وانتي تسير البلاد ماشي الدوات يا سبعاتنا الدراري. وإلا جاو وراه جاوبتو والله الا يمكن الا كتبت كلاج. راه عندي في شي بلوك نوط هنايا. ولكن ما ملي خرجت مع فاروق كيقول لي داك بحال كيقول لي صافي قلب عليا بعد مني وميك عليا. واش اصاحبي انا نجاوب واحد كيقول لك بوز دخل سوق كرك، هذا سطر، هذا السر. هذا
السبعات وشحال هادي غير كان كيبان لكم مقود، راه ما كانش مقود. راه شوف راه كلنا كنتصدموا في التساليف. شحال من واحد انا كان كيبان لي مقود، كتبدل الحياه كتلقى كرك غير مزطم. منهم الصديق المحرزي كيسحبني قاري شي لعبه ما قاريناهاش حنايا. واش كتخاف من كاترويد؟ واش عاود القحبانه محارب دوله صاحبي وكتقول لي كاترويد اصاحبي؟ واش الدراري شو حيدوا منكم داك الفيز ديال اي واحد ما فهمتوش مقود، فهمتي؟ حاول تفهم، راه ما تلقى حتى قلوه تما عشيري، فهمتي؟ حاول تفهم. لا وكاترويد راه ما غاديش يقد على البيف، فهمتي البلان؟ غيبقى يعنكش عليك الهضرات ما القمر السما، راه غادي ما غاديش يقد عشيري، حيتاش البوبليك لارج ما عندوش الوقت بدا يعنكش لك، بدا يفسر لك انت في التعنكيشه ديالك، فهمتي؟ ومن هذا المنبر غان دير عقلك. وصلات الوقيته باش توافقوا هو وزيزو في نفس التفكير. داكشي علاش شفنا الاختلاف اللي كان دار زيزو في ايامات كورونا وهادي، وتا البلان هو اللي بغى يديرو. الناس اللي ما فاهمينش بوز هذا هو اللي بغى يديرو، هو انه يقرب من البوبليك ولا يقرب من الجمهور، وماشي اي واحد شفناه واصل ولا شي تخربيقه انه مشهور وهذا راه شي حاجه اللي واو ما كايناش، انما لا راه عادي بحالو بحال الناس. فهاد ستريم دوا جينيرال ولا كان اصلا نهايه ستريم دوا على كلاش كاترويت، قال لك راه كاترويت ما غاديش يقد على الكلاش، دوا على السبعات لانه ديجا كلاشاو كيما كنا حنا دوينا على هذا البلان هذا. ضحك شويه دوا على المورفين فاش قال انا غادي نبدل الكرسي باش ما يقولكش المورفين، ولا يقول شي واحد بحال المورفين راك داير بحال الكرسي ديالي. دار واحد الفريستايل خفيف فاش دوا على شويه على كيك وهادي وكذا، وقال الصابيري وهادي، ودوا على هاد البلانات هادو ديال انه راه جا الكيك وغادي يبانو بلانات جداد. دوا على شي خيتي عاوتاني كيفاش انا تانسبيرات من البيضه مونامور وكتبات على كتاب على با اللي كان عانى مع ولا كان مدمن على الهيروين وما بقيتش عاقل شنو قال بالضبط، واقيلا واش مات بسببه. المهم هذا هو البلان. ندوي على ديك الفكره ديال قاد الكام كيفاش ما جا في شكل هذا البلان ديال اللي قال لك يا امروكو هذه جا في شكل صراحه. هادشي كاع النقاط الاساسيه اللي كندوي عليهم. كاترويت ما يقدش على الكلاش وهذه هي اهم النقطه اللي عجبتنا، ما كرهناش كاترويت يتحرك ويدير شي حاجه واخا راه مو حالو هادي. هادشي اللي كاين. قولوا نتوما واش نسيت شي حاجه، تهلاو راه غير الدنيا.